الحقيقة ان انا هحكي اللي حصل واللي انا كتبت عنه بوست قبل كده، ان انا حصل لي واقعة تحرش من مخرج شاب. اول افلامه بيتعرض دلوقتي في السينمات، وهو يعتبر فيلم مستقل مش انتاج شركة كبيرة يعني. انا مش حابة احكي اول اسمه دلوقتي، هقول اسمه في الوقت المناسب، بس اكيد العاملين في صناعة السينما عارفينه كويس جدا. الواقعة اللي حصلت لي من سنتين، وانا وقتها كان عندي تشوش وما كنتش عارفة احكي او ما احكيش او اخد اجراء عامل ازاي، لان كانت صدمة برضو. اللي حصل من المخرج ده اللي هو فيلمه دلوقتي بيتعرض في السينما، ان هو تواصل معايا، وما كنتش احب ان انا اتكلم على حد بشكل وحش، بس دي حق ربنا وانا لازم احكيه بشكل واضح، علشان زي ما حصل لي ممكن يحصل لبنات غيري، خصوصا ان الفيلم بتاعه نجح، والفيلم بتاعه بيلاقي دعم كبير قوي قوي دلوقتي من الصناع. فيلم حاز على اعجاب ناس كتير، وكمان اتواصل معايا بنات كتير جدا حصل لهم مواقف مشابهة منه، فهو متحرش بشكل يعني صريح وواضح عشان نقولها. اول حاجه، هو من سنتين بعت لي على السوشيال ميديا وقال لي ان هو بيحضر لفيلم جديد. عملت مقابله اولى، اللي هي المقابله الاولى دي اللي ما بيشتغلش في السينما، بتبقى عباره عن دردشه مع المخرج او مع المساعد او مع صناع الفيلم يعني. فهو استقبلني في مكتبه، وكان انسان في غايه التهذيب والروعه، وقابلني بشكل محترم جدا، وكلمني عن الفيلم وكلمني عن دوري، وقال لي الحاجه المهمه قوي اللي انا احطها هايلايت، قال لي ان الفيلم ده فيه مشهد جريء، فهل انا من البدايه موافقه ان يكون في مشهد جريء في الفيلم ولا لا؟ انا وافقت وقلت له اوكي. قلت له انا واثقه ان انت هتكون الفيلم ما دام قصته حلوه، وهو حكى لي قصه الفيلم. قلت له انا واثقه انه التنفيذ هيكون بشكل محترم وشيك يعني، مش شكل مبتذل ولا رخيص يعني، مش فيلم مقاولات يعني. ده وهو الولد التيب بتاعه زي يونس شلبي كده، اللي هو قلبوز وبنضاره اعرج وبكوبايه وكده، فانا مش واخده منه خوانه تماما. حصل انه كلمني تاني حد مساعد عنده، والمساعد ده عندي في الفريند على فكره، يمكن يكون بيتفرج انا عندي سكرين شوتس بكل حاجه على فكره. رحت له بالفعل، كان في مكتب تاني بقى، وعملت الاوديشن، وبعد ما مشيت اتكلمنا وقال لي تمام وان هو مبسوط من ادائي وكده. وبعدين انا رحت له مكتبه، وبعدين هو قال لي انا معجب بيا، ان هو معجب بيا وده حاجه عاديه، وانا خدتها بان هي حاجه عاديه تماما. قلت له انا مرتبطه الحقيقه. بعد شويه كنت انا وهو في المكتب لوحدنا بالليل، فقال لي طب بما انك جريئه وبتعملي مشاهد جريئه، ايه رايك تبوسيني؟ بس وهنا انا حسيت ان انا خفت جدا، وخفت كمان المكتب يكون مقفول علينا. واتصدمت صدمه كبيره قوي، بس الحمد لله انا مش صغيره في السن، فعرفت اتصرف. فكرت واستجمعت نفسي وقلت له انت اكيد بتهزر، وضحكت ونزلت. بس انا انهارت في عربيتي لغايه ما روحت البيت، لان حسيت ان وقع عليا ظلم غير طبيعي الحقيقه. دلوقتي وانا شايفه الفيلم بيتعرض، وهو بيروح كل حته وابتسامته من هنا لهنا، مع ان لسه كان عنده حاله وفاه وعنده كارثه، ولا همه وطالع طلعته ولا كانه في اي حاجه حصلت. انا حاسه بقهر، وحاسه ان انا حزينه جدا ان ده حصل لي من واحد المفروض ان هو نزل فيلم عن دعم الحيوانات. طب ودعم البني ادمين؟ وانا اللي حصل لي ده يعتبر ايه؟ والناس كلها بتدعمه. صناع السينما عيب عليكم، اختشوا. انا بحكي قصتي عشان تختشوا. دي الممثله راغده سعيد. انا اول مره اسمع عنها في حياتي بصراحه، يعني ما اعرفهاش. طبعا راغده سعيد ممكن حضراتكم تتعاطفوا معاها دلوقتي، يعني ممكن الفيديو اللي انا عرضته لحضراتكم دلوقتي تتعاطفوا معاها وتقولوا ايه ده؟ مين المخرج ده؟ مين المخرج اللي عمل كده؟ طبعا الناس كلها طبعا تقول لك ايه؟ لا داعي لذكر اسمه. مفيش داعي لذكر اسمه، هي وضحت، هي لمحت، هي قالت. الفيلم بتاعه معروض دلوقتي، بس هيجي الوقت اللي نقول فيه اسمه. انا ما عنديش الكلام ده خالص. النهارده هنقول اسم المخرج ده مين، علشان برضه يا حبيبي يعني انت بادئ لسه حياتك بفيلم المفروض ان هو فيلم روائي واول عمل ليك، ويعني المفروض ان انت مبدع وان انت مبتكر وان انت بتقدم حاجه جديده، لكن في نفس الوقت خلف الكواليس انت موضوع تاني خالص. فلازم الناس تفهم، وصناع الميديا الحقيقه. وكمان راغده سعيد اللي طبعا بتقول الكلام ده، ليا معاكي واقفه بصراحه يا راغده، يعني انا مش متعاطف معاكي خالص تماما، وهقول لحضراتكم ليه. ايه القصه؟ ايه موضوع المخرج المتحرش؟ ايه حكايه البحث عن منقذ لاخراج السيد رامبو؟ وايه القصه والحكايه والموضوع ده اللي هنعرفه حلقه النهارده. حلقه النهارده مهمه جدا جدا، ابقوا معانا.
مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. خالد منصور، وش كده خالد على طول، ما عنديش أنا أبيض وأسود ولا داعي لذكر اسمه ومفيش داعي تقول مين، لا طبعا. خالد منصور شاب في العشرينيات، مخرج المفروض من الناحية المهنية إن هو مخرج شاطر، مخرج دارس، مخرج مبتكر. أول عمل ليه قعد 7 سنين عشان يعمل العمل ده، يعني 7 سنين بيجتهد وبيلف وبيشوف منتج وممول وحد يقف جنبه علشان يطلع بالعمل ده. العمل ده اسمه ايه؟ الفيلم المعروض دلوقتي واللي المفروض ان هو نجح واتعرض في مهرجانات. الفيلم اسمه البحث عن منقذ لاخراج السيد رامبو. مين السيد رامبو؟ هو الكلب، يعني احنا عندنا البطل في الفيلم هو الكلب. طب انت اتعلمت حاجه من الكلب يا خالد؟ بجد والله. يعني انت في بعض تصريحاتك، انا طبعا تابعت تصريحات كتير ليك، بتقول انك اخدت فتره يعني تدريب الكلب وبتاع. اتعلمت من الكلب الوفاء، اتعلمت من الكلب الاخلاص، اتعلمت من الكلب الانضباط حتى؟ ما اعتقدش بصراحه. طب ما تروح تشوف فيلم الشموع السوداء بتاع النجم الراحل، يعني الفيلم اللي كان فيه الكلب بقى ملاصق لصالح سليم، لو حضراتكم تفتكروا الفيلم الشهير بطولة صالح سليم ونجاة، الشموع السوداء اللي الكلب لعب فيه بطولة كبيرة جدا. لكن خلونا نرجع لرغدة سعيد. طبعا بص يا رغدة، انا بصراحة ما بيخش على الكلام ده، اصل نوعية الستات دي انا عارفها كويس جدا، اللي بيطلعوا يمثلوا ويطلعوا يعملوا نفسهم ضحايا ويطلعوا يعملوا نفسهم مفترى عليهم، وهم يعني احنا هنحلل كلامك يا رغدة يا سعيد، وهقول للناس ليه انا بهاجمك. تعالوا حضراتكم نسمع الفيديو بتاعها كده ونركز مع تنويه ان الواقعة اللي هي بتحكي عليها ديت حصلت لها من قد ايه يا جماعة؟ من سنتين. نسمع كده. الحقيقه ان انا هحكي اللي حصل واللي انا كتبت عنه بوست قبل كده، ان انا حصل لي واقعة تحرش من مخرج شاب. اول افلامه بيتعرض دلوقتي في السينمات، وهو يعتبر فيلم مستقل مش انتاج شركه كبيره يعني. انا مش حابه احكي اول اسمه دلوقتي، هقول اسمه في الوقت المناسب، بس اكيد العاملين في صناعه السينما عارفينه كويس جدا. الواقعه اللي حصلت لي من 2 سنين، وانا وقتها كان عندي تشوش وما كنتش عارفه احكي او ما احكيش او اخد اجراء اعمل ازاي، لان كانت صدمه برضو. اللي حصل من المخرج ده اللي هو فيلمه دلوقتي بيتعرض في السينما، ان هو تواصل معايا، وما كنتش احب ان انا اتكلم على حد بشكل وحش، بس دي حق ربنا وانا لازم احكيه بشكل واضح، علشان زي ما حصل لي ممكن يحصل لبنات غيري، خصوصا ان الفيلم بتاعه نجح. لا هقف هنا وخصوصا ايه؟ خدوا بال حضراتكم، وخصوصا اما الفيلم نجح. يعني انت بقالك 2 سنين ساكته، يعني عارفه انت لو كنت طلعتي وقتها، يعني ما هو جه قال لك الموضوع ده وكنت عملت لايف على صفحتك على الفيسبوك ولا تيك توك ولا في اي داهيه، وطلعتي حكيتي وقلتي، الناس هتصدقك. لكن انت جايه بعد 2 سنين، وخصوصا ده كلامك اهو، وخصوصا لما الفيلم نجح والابتسامه عليه والناس واقفه معاه وبتشجعه وبتاع، ده هراكي بقى، ده ضايقك، ده خلى النفسيه والاحقاد والضغائن، خاصه ان هو جاب ممثله ثانيه اردنيه ولا تونسيه ولا مش عارف ايه تعمل الدور اللي المفروض كنت تعمليه، فانت اتضايقتي، فانت اتقهرتي، فانت زعلتي، فقلت ايه؟ اطلع اقضي عليه. من اخر كده يا رغدة يا سعيد، هو ده الواضح. لكن عشان نتعاطف ونقول بصوا عمل ايه، بصوا المخرج المتحرش، بصوا مش عارف ايه، لا طبعا. هو حضرتك اصلا غلطانه، وحضرتك مساهمه قويه جدا في الموضوع ده. والفيلم بتاعه بيلاقي دعم كبير قوي قوي دلوقتي من الصناع، فيلم حاز على اعجاب ناس كتير، وكمان اتواصل معايا بنات كتير جدا حصل لهم مواقف مشابهه منه. فهو متحرش بشكل يعني صريح وواضح عشان نقولها. اول حاجه هو من 2 سنين بعت لي على السوشيال ميديا وقال لي ان هو بيحضر لفيلم جديد. عملت مقابله اولى، اللي هي المقابله الاولى دي اللي ما بيشتغلش في السينما، بتبقى عباره عن دردشه مع المخرج او مع المساعد او مع صناع الفيلم يعني. فهو استقبلني في مكتبه، وكان انسان في غايه التهذيب والروعه، وقابلني بشكل محترم جدا، وكلمني عن الفيلم وكلمني عن دوري، وقال لي الحاجه المهمه قوي اللي انا احطها هايلايت، قال لي ان الفيلم ده فيه مشهد
جريء، فهل انا من البدايه موافقه ان يكون في مشهد جريء في الفيلم ولا لا؟ انا وافقت وقلت له اوكي. قلت له انا واثقه ان انت هتكون الفيلم ما دام قصته حلوه، وهو حكى لي قصه الفيلم. قلت له انا واثقه انه التنفيذ هيكون بشكل محترم وشيك، يعني مش شكل مبتذل ولا رخيص، يعني مش فيلم مقاولات يعني. ده وهو الولد التيب بتاعه زي يونس شلبي كده، اللي هو قلبوز وبنضاره اعرج وبكوبايه وكيف، انا مش واخده منه خوانه تماما. حصل انه كلمني تاني حد مساعد عنده، والمساعد ده عندي في الفريند على فكره، يمكن يكون بيتفرج انا عندي سكرين شوتس بكل حاجه على فكره. رحت له بالفعل، كان في مكتب تاني بقى، وعملت الاوديشن، وبعد ما مشيت اتكلمنا وقال لي تمام وان هو مبسوط من ادائي وكده. وبعدين انا رحت له مكتبه، وبعدين هو قال لي انا معجب بيا، ان هو معجب بيا وده حاجه عاديه، وانا خدتها بان هي حاجه عاديه تماما. قلت له انا مرتبطه الحقيقه. بعد شويه كنت انا وهو في المكتب لوحدنا بالليل، فقال لي طب بما انك جريئه وبتعملي مشاهد جريئه، ايه رايك تبوسيني؟ بس وهنا انا حسيت ان انا خفت جدا، وخفت كمان المكتب يكون مقفول علينا. واتصدمت صدمه كبيره قوي، بس الحمد لله انا مش صغيره في السن، فعرفت اتصرف. فكرت واستجمعت نفسي وقلت له انت اكيد بتهزر، وضحكت ونزلت. بس انا انهارت في عربيتي لغايه ما روحت البيت، لان حسيت انه وقع عليا ظلم غير طبيعي الحقيقه. دلوقتي وانا شايفه الفيلم بيتعرض وهو بيروح كل حته وابتسامته من هنا لهنا، مع ان لسه كان عنده حاله وفاه وعنده كارثه ولا همه، وطالع طلعته ولا كانه في اي حاجه حصلت. انا حاسه بقهر، وحاسه ان انا حزينه جدا ان ده حصل لي من واحد المفروض ان هو نزل فيلم عن دعم الحيوانات. طب ودعم البني ادمين؟ وانا اللي حصل لي ده يعتبر ايه؟ والناس كلها بتدعمه. صناع السينما عيب عليكم، اختشوا. انا بحكي قصتي عشان تختشوا بقى. جاي بعد سنتين، يعني عزمتيه عندكم في البيت زي ما قلتي، ومش عارف ايه، وكنتي حاسه ان هو يونس شلبي ونضاره كعب الكوبايه ومش متوقعه منه كده وجايه بعد سنتين لما الفيلم حسيت ان هو نجح وانه سمع وان الناس بدات تتكلم عنه والصحافه تكتب عنه وبتاع، قلت اطلع اعمل ايه؟ كرسي في القلوب على طول، مش كده؟ بس يا اخت راغده سعيد الله يكرمك، احنا مش ناقصين حد يشتغلنا، ومش ناقصين القرف ده. انا طالع اوضح لحضراتكم حقيقه هذا الفيديو اللي اذيع وناس كتير بتتكلم عنه للممثله ديت اللي انا اول مره اسمع عنها في حياتي. وانا مش طالع انا اقول اعمالك انا النهارده، ولا اقول انت اشتركتي في ايه وعملتي ايه واعرض صورك، الكلام ده مش بتاعي. انا بطلع علشان اقول الحقيقه للجمهور وللناس. الفيديو اللي انت عملتيه ده فيديو دعائي، المقصود منه انك تاذي الشخص ده. طبعا الشخص ده انا ما اعرفوش برضه، ما اعرفش الاثنين، ولكن الشخص ده اللي هو خالد، اسمه خالد ايه؟ خالد منصور، مخرج الفيلم. انت يا خالد المفروض ان ده اول عمل ليك يا حبيبي، يعني المفروض انك انت يعني يواش كده، يعني اخد بالي من تعاملاتي مع الناس ومن ديت ومن دوت وبتاع. لكن الفيلم حلو، انا شفته، فيلم جديد من نوعه، فيلم فيه يعني المناطق بتاعتنا والسيده زينب والتصوير الخارجي فيه هايل جدا. المفروض حضرتك يا استاذ خالد وقف معاك منتجه محترمه، اعتقد الاستاذ راشد حسني وراجل محترم الاستاذ محمد جمال الدين، وساعدوك وساندوك ومولوك ووقفوا جنبك، مش كده ولا ايه؟ طيب انا بقى عشان انت بقى دلوقتي تبدا حياتك وتبقى نجم بجد. ما النجوميه مش ان انا اعمل فيلم مبتكر او اعمل فيلم يعني يلفت النظر وجديد من نوعه والكلام الانشا ده. النجوميه اخلاق بصراحه. يعني في كره القدم كنا بنشوف الخطيب زمان كان نجم باخلاقه، وفنانين كتير ومخرجين كبار كتير. ممكن يعني احنا مش في حلقه فنيه، بس اقول لك مين كان نجم باخلاقه وبمبادئه وبحب الناس له، لان هم كانوا عارفين حقيقه قلبه من جوه واخلاقه ومبادئه وحاجات كتير. فانت لما تيجي تبدا حياتك بالشكل ده خلاص تستاهل بقى، تستاهل. فانا طبعا مش هطلع اقول مخرج ما نعرفش اسمه وتبقوا دوروا عليه وعيب تاهي يا ولاد الحلال، لا مفيش الكلام ده. هو خالد منصور المخرج الشاب الصغير، اول عمل روائي له هو الفيلم اللي انا بقول لحضراتكم عليه. من الناحيه الفنيه فيلم كويس، ولكن يا ريتك يا خالد كنت اتعلمت من الكلب بصراحه. يعني الكلب اللي انت حاطه على الافيش ده يا ريتك كنت اتعلمت منه حاجه، كنت اتعلمت من رامبو حاجات كتير. اعتقد ان احنا في زمن دلوقتي والله يا جماعه
الكلاب فيه اشد اخلاصا ووفاء واحتراما واخلاقا. تخيلوا حضراتكم، والله العظيم زي ما بقول لحضراتكم كده، عن البني ادمين بمراحل كتير جدا جدا. اما انت يا راغده بلاش بقى ايه الجو ده انا ما شفتش ده معايا يا شيخه، يعني ده ما فيش بكاء خالص، ده فيلم تمثيل اللي انت عاملاه ده، فما دخلش علينا بصراحه. يعني ما تحاوليش تقنعي الناس ان انت في المجال ده وما تعرفيش ان في كده. لا طبعا 90%، مش هقول 100%، ان الوسط الفني الستارت دايما فيه بيبقى كده، ولكن ده ما يمنعش ان في ناس محترمه، في ناس بتطلع نجوم دون اي مقابل على الاطلاق، وعندنا امثله كتير جدا جدا. فانت ما تجيش بعد سنتين تطلعي تضربي كرسي في الكلوب تضحكي على الناس وتعملي الفيلم ده. لو كنت طلعت ساعتها فعلا وكان عندك، يعني اقول ايه، مش عاوز هاجمك اكتر من كده، لو كنت طلعت ساعتها وقلت الواقعه وقلت اللي حصل وعرضت للناس الموضوع كانت الناس صدقتك. بس انت جايه بعد سنتين تقولي كده. طبعا هو بقى له 7 سنين يا جماعه، الفيلم ده 7 سنين بيجروا وراه علشان يطلعوا له النور، تمام؟ فهي من سنتين كانت مرشحه ان هي حكت القصه، مش هنعيدها تاني. على كل حال ده موضوعنا النهارده. بجد احنا سئمنا ان حد يجي يشتغلنا ويضحك علينا ويطلع يعمل فيديو كده للاستهلاك المحلي، تمام؟ عشان المشاهد ذكي، المشاهد بيقرا ما بين السطور. وانت يا سيد خالد يعني نتمنى ان يكون ده خطأ يعني ما يتكررش تاني، عشان ربنا يوفقك ويكرمك وتكمل مسيرتك الفنيه. اللي بيبدأ كبير بيستمر كبير، والكبير بأخلاقه مش بأعماله. أعماله رقم 2، لكن أخلاقه رقم 1. تحية حضراتكم جدا جدا. إلى أن نحن الحلقة القادمة لكم مني كل الشكر والتقدير. تحياتي حضراتكم أحمد رجب، إلى اللقاء. مهمة خاصة هنبدأها، هدفها هنحققها، هنكون معاكم في أي مكان وأي مشكلة نلحقها. عهد علينا دايما تلاقينا نروح نواجه أي فساد، شايلين كده روحنا على إيدينا في أي مغامرة على استعداد. الناس نسمع مشاكلها بعيون الكاميرا هننقلها، واللي عامل غلطة يشيلها ولا حد فوق القانون. الصدق شعارنا ومبدأنا من يوم ما معاكم ما بدأنا، وكشفنا المستور ولحقنا كل جريمة مطرح ما تكون. مهمة خاصة خاصة هنبدأها، هدفها هنحققها، هنكون معاكم في أي مكان وأي مشكلة نلحقها. عهد علينا دايما تلاقينا نروح نواجه أي فساد، شايلين كده روحنا على إيدينا في أي مغامرة على استعداد. الناس نسمع مشاكلها بعيون الكاميرا هننقلها، واللي عامل غلطة يشيلها ولا حد فوق القانون. الصدق شعارنا ومبدأنا من يوم ما معاكم ما بدأنا، وكشفنا المستور ولحقنا كل جريمة مطرح ما تكون. مهمة خاصة خاصة هنبدأها، هدفها هنحققها، هنكون معاكم في أي مكان وأي مشكلة نلحقها. عهد علينا دايما تلاقينا نروح نواجه أي فساد، شايلين كده روحنا على إيدينا في أي مغامرة على استعداد. الناس نسمع مشاكلها بعيون الكاميرا هننقلها، واللي عامل غلطة يشيلها ولا حد فوق القانون. الصدق شعارنا ومبدأنا من يوم ما معاكم ما بدأنا، وكشفنا المستور ولحقنا
رحمته